دبور، دبور، ممكن تقوم يا دبورة عشان اشوف حالي؟ دبورة، بس الدبور يا جماعة قاعد على رجليا، يعني استحي والله اقول له قوم. ليه بقى؟ لان بقالي فترة جامدة جدا، يعني ما بقعدش معاه، ولا معاه ولا مع سعاد ولا شحبر صعبان عليا قوي، عايز يطلع باي طريقة بس ما اقدرش، لان لو طلع هينيل الدنيا، عنده فرط في الحركة. غير كده لسه تعبان مخفش، هو لا هو ولا ليلى للأسف، يعني ليلى برضو تعبانة. هما الاتنين حطهم في الأوضة، يعني ما اقدرش اطلعهم دلوقتي خالص، قلت لما يروقوا خالص ابقى اطلعهم، يعني مع ان شحبر بيكلفني ياما لما بيطلع. يعني شحبر السبب ان انا النهارده بغسل البطانية لتاني مرة، بعد ما غسلتها خلاص ها عمل العملة السوداء عليه، رحت غسلتها تاني النهارده والله. بس فقلت اليوم اللي هطلعه فيه بقى ابقى شايله كل حاجه ده ومأمنه نفسي واقعد معاه، مكنش ورايا اكل ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. صح يا سوسو؟ بس انا اجيب لك كوبايه السعاد. صح يا سعاد؟ صح ولا لا؟ انت شاهده؟ ماشي ماشي. المهم، فايه حبيب قلبي، أه هبقى مأمنه نفسي بقى في اليوم اللي اطلع فيه شحبر، لان نفسي يطلع قوي بصراحه. ممكن اطلعه كده اقعد شويه في البلكونه الصغيره، هي رايقه شويه عن البلكونه الكبيره يعني، وبعدين حلوة ورطبة مش في وش الشمس، يعني بعيد عن الشمس، حلوة يعني جميلة بحرية كده. بس علشان ايه؟ اقعد معاهم. هما القطط على فكرة بتحب ان يعني اصحاب المكان يقعدوا معاهم، مش انا بس، يعني انا وولادي، لان هما عارفين ان انا وولادي وجوزي وكلنا، فاي حد بيخش جوهم بيصدقوا بقى يلزقوا فيه. وعيالي مش فاهمة كده، ان هما بيحبوهم، يعني القطط حبوه، فاهميني؟ يعني العيال مش فاهمة الموضوع ده. راحة فين يا سعاد؟ سوسو تعالي هنا. فربنا يسهل بس يتم شفاء على خير شحبر، وبعد كده اطلعه اقعده هنا معانا شويه يعني، وربنا يسهل ان شاء الله. الباشا ده مش عايز يقوم وانا ورايا حاجات والله، لسه يعني ما بديتش ايدي في الاكل، والجماعه قربوا يوصلوا. اعمل انا ايه الوقت؟ انا اعمل ايه دلوقت؟ يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى. سكوكي نايمه تحت الكرسي وساعات سوسو، تعالي يا سوسو، تعالي يا سوسو. يلا قومي يا حبيبي، يلا قومي يا بابا، يلا قومي يا لوشة، لوشة 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 لوشة. ولا 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 ياض قومي ما بحبش البلطجة والله. على قد ما عايزة اقومه، على قد ان انا والله مش عايزة اقومه، يعني النقيض للنقيض، علشان حاسة ان هو يعني ايه ما خدش في كفايته في الحنية. اهو في ناس جت كمان، خلاص هضطر اقفل ايه جدعون واروح اشوف الناس اللي على الباب ديت. وده ايه ده نام ده؟ ولا قوم يلا عشان نفتح الباب يلا يا، ولا نسيب اللي يتفرق يتفرق قصدي اللي يرن يرن، بلاش كده احسن يلا ثواني جايه. يلا اسيبكم على خير حبيباتي، واقوم افتح وامري الى الله. سلام.